السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم على قناة شهوات وأفكار مولات الدار وعلاش لا حتى المول الدار. تكملة للسلطات الصيفية الباردة والمنعشة اللي كانت مرافقة لطبق روز بيلاف. بعد ما حضرت معكم سلطة البطاطس والطون كأول اقتراح، اليوم جا الدور على سلطة الخس والطماطم، السلطة المغربية بامتياز، حاضرة في جميع المناسبات ومع كل الأطباق. هي أشهر من نار على العالم، كلشي كيعرفها وكيعرف اللذة ديالها، فما كاينلاش نطول عليكم، ننتقلوا مباشرة نتعرفوا على طريقتي في التحضير ديالها. وإلا عجبكم المحتوى خليوا لي لايك للتشجيع فضلا وليس أمرا. هذا هو الشكل النهائي للسلطه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا فشكلا كتجي رائعه جدا. هذا التنوع في الالوان كيزيدها جماليه. اما المذاق فما نقول لكمش عليه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم انكم تجربوها بالطريقه ديالي، وانتظروا معايا باقي السلطات في الفيديوهات الجايه. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللي مازال ما اشتركش يشترك معنا مرحبا به. والاصدقاء القدامى فالدار داركم، مرحبا بكم حتى نتوما. نتمنى اني نكون عند حسن الظن ديالكم. والناس اللي بقاو معايا حتى لهنا شكرا بزاف على حسن المتابعه. نتلاقى معكم في فيديو جديد مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه.